اعمليه بالطريقة دي وارتاحي، وفري وقتك ووفري وقفتك ووفري تعبك. للناس المستعجلة اللي بعد ما بتعمله مش قادرة تكمله، او حاسة ان لا هياخد مني وقت في وسط تفريزات، في وسط مثلا واحدة موظفة وبتشتغل وما عندهاش وقت، الطريقة دي حلوة جدا ليها. هتجيبي كده ربع مفروم، وهنحط عليه كده بيضايه، وهنحط عليه بصلايه مفرومه، وهنعمل من ربع مفروم كميه حلوه قوي هتقضي العيله كلها وجبه يوم كامل. وهو ايه اللي هنعمله؟ البرجر طبعا بطريقه تشكيل كده جديده. انا عملت لكم طرق كتير على القناه، ودي كده طريقه جديده من الطرق الموفره جدا للوقت كده ومنجزه. انا حطيت بيضايه وبصلايه مفرومه، وعليهم بهارات البرجر، وشوية ملح وشوية فلفل. وخلي بالك ان البهارات بيبقى عليها بردك ملح. وهنزل كده بكام معلقة بقسماط، وهربط كل ده ببعضه. عندك كاتشب حطي بردك معلقة كاتشب، ماشي. وقلبي كل ده ببعضه. انا عملت لكم البرجر كتير على القناة، وكل ما بعمله بطريقة بنزل لكم الطريقة، علشان كل طريقة بتبقى اسهل من الطريقة اللي قبليها اللي بعديها تبقى اسهل صح من الطريقة اللي قبليها. ف انا فكرة الفيديو النهاردة الطريقة بتاعت تشكيل البرجر. يعني في ناس بعد ما بتعمله كده هي متكاسله ان هي بقى تقف تقرص، عايزه تعمل كميه كبيره، عايزه تعمل في وسط تفريزات كتير وتخلص نفسها. فالطريقه دي حلوه جدا للموظفين كمان اللي عايزين ينجزوا كده الوقت. هاتيه كده بعد ما تعمليه، وحطي كده كيس من كيس التلاجة او ورقه ستريتش، بس كيس التلاجة هيملكك اكتر طبعا. واعمليه كده زي ما انت شايفه كده، بططيه كده وبروميه كده، واقعدي دوريه كده عشان يطلع مدور، ما يطلعش من حته مبططه. جميل. وضميه كده بايدك من ناحيتين لحد ما يوصل للمستوى اللي انت عايزه بيه الحجم بتاع البرجرايه. جميل. يعني تبصي كده من الطرف بتاعه تبقى هو دي الحجم بتاع البرجرايه اللي انت عايزاه. جميل. احنا هنبرمه كده واحطه في التلاجة، بس انا مش هسيبه بالطول ده لان كده هتبقى رفيعه قوي. لما تيجي تقطعيها هتبقى صغيره جدا، فضميته. قعدت اضمه كده على قد ما اقدر زي ما قلت لك. هوريها لك دلوقتي، هفتح الكيس واوريها لك. بس يلا بقى، فين اللايك؟ انا كل ما بعمل طريقه بنزلها لك. بصي تبقى الحجم من هنا حجم البرجرايه اللي انت عايزاها. عايزه اكبر من كده اضغطي بايدك الاتنين من ناحيتين زي ما شفتي. خلاص كده انا عملت البرجر، لفيته في الكيس، احطه في الفريزر على طول. ولما هخرجه هقطعه، هوريكي برضك هقطعه ازاي، والمفروض لما اخرجه هعمل فيه ايه. انا مش مطوله عليكم الفيديو. يلا ما تنسوش الاشتراك في القناه، يا ريت يبقى الاقي تشجيع بس اكتر من كده، علشان انزل لكم كل الافكار اللي عندي ان شاء الله. وشوفي كده الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي فيها افكار كتير هتفرق معاكي. الفيديو مليان افكار لحاجات كتير قوي وتفاصيل كتير قوي في البيت وفي المطبخ وفي كل حاجه وفي الاكلات وفي كله. بس زي ما انت شايفه كده. وهحطه واقف، مش هحطه نايم كده على طبق، انا هحطه واقف علشان خاطر ما ياخدش كده قاعده كده ويتبطط مكان ما هو محطوط. خلاص بعد ما طلعته من الفريزر بسيبه بس يعني ايه، يعني اقل من نص دقيقه، ما سيبوش يفك، لان هتلاقيه من حواليه فك وتيجي تقطعيه تلاقيه اتفعص كده في ايدك. لا، زي ما هو متجمد كده بس يهدى بس من النشوفيه قوي بتاعه الفريزر عشان تعرفي تقطعيه. وقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه، رفيع شويه تخين شويه زي ما انت عايزه. انا هكمله كده واوريكم عمل معايا كام قطعه. بجد طريقه سهله جدا، ونزلت لكم على القناه طرق كتير جدا سهله. لما عملناه مربع، اللي ما شافهاش يخش يشوفها، دي برده كانت طريقه سهله. بس دي كده طريقه منجزه انا جت في دماغي، على اساس ان ساعات ببقى عايزه اعمله في وسط تفريزات، بس في وسط الوقفه انا مش لسه هقعد اقرص برجر، ولا لسه هفرد واقطع واعمل. فبلفه كده في الكيس وبحطه في الفريزر رول زي ما انتم شايفين. وساعة الأكل بطلعه بقطعه وبحطه كده زي ما انتم شايفين بالظبط. هو الربع كيلو عمل معايا 11 قطعة. فما شاء الله يعني حاجة كده ايه، من موفرة، مش في الفلوس وبس، موفرة بقى هو في الوقت كمان. وانت بتعملي تفريزاتك بتاعت أول الشهر، أو لو انت عايزة تعمليه كده وتنجزي وقتك الصبح كده ولا بالليل، تعمليه وتحطيه وتيجي ساعة الغدا تطلعيه على طول. فحاجة سهلة جدا وبسيطة. يا رب اكون كده فدتكم في الفيديو ده، وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وما تنسوش بقى الاشتراك والتعليق.